كل صباح ملايين المغاربة كيستيقظوا قبل طلوع الشمس. أطفال كيمشيو للمدرسة في الظلام، موظفين كيتسناو النقل في الليل، ومنذ سنوات سؤال واحد كيعاود يتكرر بقوة: علاش المغرب باقي خدام بالساعة الإضافية؟ السلام عليكم إخواني أخواتي. عارف راسي غبرت عليكم بزاف عن الفيديوهات التحليلية والإخبارية، لكن راجع بقوة إن شاء الله. لكن خاصكم غير نتوما تدعمونا بديك اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس باش توصلكم ديما الجديد، وواحد لايك الفيديو وشاركوا الفيديو مع أصحابكم باش تعم الفائدة. طبعا دابا ندخلوا في الموضوع. واش فعلا الساعة الإضافية في المغرب كتوفر الطاقة؟ واش كتقوي الاقتصاد أو لا العكس، أو لا كتأثر على الصحة والنوم والدراسة؟ هذا الموضوع حير المغاربة وآلاف المواطنين سنوات، وخلق احتجاجات اللي كبيرة ونقاشات داخل البرلمان وعرائض للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية. اليوم غادي نحلوا ونجاوبوا على هذه الأسئلة بالأرقام، بالدراسات وبالوثائق الرسمية، وبلا مبالغات وبلا إشاعات. السؤال اللي كيتطرح: ما هي الساعة الإضافية أصلا؟ أول حاجة خاصنا نصحوا واحد الفكرة اللي منتشرة: هاد الساعة الإضافية راه ماشي عاد بدات، والبلاد ديالنا خدام بها السنوات هذه، هي فقط تقديم التوقيت الرسمي ساعة واحدة. يعني ملي كيكون التوقيت الطبيعي هو غرينيتش، كتولي زائد ساعة غرينيتش. بمعنى آخر، إذا كانت الساعة الطبيعية هي 7 صباحا، فالساعة الإضافية غادي تولي 8. الزمن ما تبدلش، اللي تبدل هو الساعة اللي كنقراوها، وهذا كيأثر على مواعيد النوم والاستيقاظ والدراسة وإلى آخره. متى بدأت قصة الساعة الإضافية في المغرب؟ الكثير يعتقد أن الساعة الإضافية بدأت سنة 2018، لكن الحقيقة مختلفة. المغرب استعمل التوقيت الصيفي في مناسبات متفرقة منذ العقود، ثم أصبح يطبقه موسما خلال السنوات التي سبقت 2018 مع العودة إلى غرينتش في الشتاء. لكن التحول الكبير جاء نهار 26 أكتوبر 2018، قبل أيام فقط من العودة المعتادة إلى التوقيت العادي. صادقت الحكومة على المرسوم الذي أبقى التوقيت القانوني للمملكة عند زائد ساعة غرينتش طوال السنة، مع استثناء شهر رمضان، حيث يعود المغرب موقتا إلى غرينتش ثم يرجع إلى زائد ساعة غرينتش بعد نهاية الشهر. هذا القرار فاجأ جزءا كبير من المواطنين، لأنه جاء في وقت كانوا الناس ينتظرون فيه الرجوع إلى الساعة العادية. لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار؟ حسب التصريحات الرسمية في ذلك الوقت، كان الهدف الأساسي هو تقليص استهلاك الطاقة وتحسين التوافق مع الشركات الاقتصاديين الأوروبيين، وتحسين المعاملات التجارية، وتقليل الفارق الزمني مع الأسواق الدولية، ورفع الإنتاجية في بعض القطاعات. وكانت الحكومة ترى أن تقليل فرق التوقيت مع أوروبا يساعد الشركات المغربية التي تتعامل يوميا مع شركاء أوروبيين. لكن هل تحقق ذلك فعلا؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه خلال هذه الوثائقية. لماذا يعارض عدد كبير من المغاربة الساعة الإضافية بعد الاعتماد على زائد ساعة غرينتش بشكل دائم؟ ثم بدأت موجة واسعة من النقاش. الكثير من المغاربة قالت إن أبناؤها أصبحوا يغادرون منازلهم قبل شروق الشمس، وبعض التلاميذ كانوا يقاطعون مسافات طويلة في الظلام، خاصة في المناطق القروية. كما اشتكى عدد من الموظفين من اضطراب النوم وصعوبة الاستيقاظ في الأسابيع الأولى، بينما اعتبر الآخرون أن المشكلة تتعلق أكثر بتنظيم أوقات العمل والدراسة وليس بتوقيت نفسه. وفي الوقت نفسه خرجت احتجاجات طلابية وتلاميذية في عدد من المدن، كما ظهرت عرائض شعبية وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي. وفي السنوات اللاحقة استمر الجدل داخل المجتمع ولم يختفي إلى اليوم. نهاية الجزء الأول، وفي الجزء القادم سنجيب على السؤال الأصعب: هل فعلا الساعة الإضافية توفر الكهرباء، أم أن هذا مجرد اعتقاد؟ سنستعرض الدراسات الاقتصادية والتقارير الرسمية وما تقوله الأبحاث العلمية حول استهلاك الطاقة، وهل هناك بالفعل فائدة اقتصادية تبرر استمرار العمل بهذا التوقيت. في الجزء الثاني سأدخل في الدراسات الاقتصادية والطاقة بالأرقام، مع مقارنة نتائج المغرب بما توصلت إليه دول أخرى، واشرح ما إذا كانت الأدلة تدعم أو لا تدعم فكرة أن الساعة الإضافية تحقق فورات حقيقية في استهلاك الكهرباء. وهنا كنوصل لنهاية الجزء الأول من هذه الوثائق. حاولت نعطيكم الصورة العامة والبداية الحقيقية لقصة الساعة الإضافية في المغرب، ولكن صدقوني الأهم من هذا الشيء جاي في الجزء الثاني. في الجزء الثاني غادي ندخلوا في بزاف ديال التفاصيل اللي كيتسناوها طبعا بزاف ديال الناس. واش فعلا الساعة الإضافية كتوفر الكهرباء؟ وشنو كيقولوا الدراسات العلمية؟ وشكون كيستافد منها؟ وشنو هي الأسباب الحقيقية
اللي خلات المغرب يبقى خدام بها حتى اليوم. غادي نجاوبوا على هذه الأسئلة كاملة وبالأرقام وبالوثائق وبمصادر موثوقة. إلا عجبك هذا المحتوى وبغيتي توصلك الحلقة الثانية مباشرة، ما تنساش دير واحد سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس باش يوصلك الجديد أول ما ينزل. واكتب لي في التعاليق واش انت مع البقاء الساعة الإضافية ولا مع الرجوع للساعة القانونية، وشنو هو السبب. بغيت نقرأ جميع الآراء ديالكم في التعاليق. شكرا بزاف على المتابعة وعلى مشاهدة الفيديو من الأول ديالو حتى الآخر، وخليكم على القرص حيث الجزء الثاني غادي يكون أهم من الجزء الأول. المهم إن شاء الله نلتقي في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.